هل في قائد صامت؟ اسمعوا الحكاية دي عشان تعرفوا. في عمان في إحدى المستشفيات كده اللي في المناطق اللي مش عمرانة قوي، كان في ممرضة خلاص شافت إن كل يوم كانت شغالة في الطوارئ، وشافت إن كل يوم المرضى بيقعدوا بالثلاث أربع خمس ساعات عشان يخشوا، وأحيانا في ناس بتتشخص من كتر الضغط على الدكاترة، ناس بتتشخص غلط والموضوع مش مظبوط. فالموضوع ده كان شاغل دماغ قوي البنت اللي هي الممرضة دي. قعدت تفكر أنا إزاي ممكن أحل القصة دي. فبدأت تعمل حاجة لطيفة قوي. العيادة اللي هي كانت ماسكاها كانت بتاخد الملفات بتاعتها، تكتب ملاحظات الدكتور اللي بيقولها أثناء الكشف، وتأيد وتعمل ملف لكل مريض وتحفظه. تمام. فضلت تعمل الموضوع ده لفترة طويلة، لحد ما فوجئوا بعد كده ان بقى الموضوع اسهل بكتير. بقت الناس بدل ما كانت بتيجي تقعد فتره طويله، بدات الموضوع يتنظم شويه. بقى معروف ان الحالات اللي عندها حاجات كريتيكال بقوا يرجعوا للملف بتاعها، فبقت تخش الاول، فما بقتش تقعد تنتظر فترات طويله. بدات تنظم مواعيد المرضى، في ان الناس لما بدل ما هي بتيجي على طول، ان تقدر هي ترتب الموضوع ده بينها وبين الريسبشن الموجود، بحيث ان هم يعملوا ترتيب للحالات اللي ممكن تخش الاول والحالات اللي تخش بعديها. فده قلل ساعات الانتظار من 7 ساعات الى 4 ساعات. بدأ الموضوع يتطور بشكل كويس قوي، لحد ما إدارة المستشفى بدأت تاخد بالها. الناس بدأت تيجي المستشفى وتسيب المستشفيات التانية. فبدأت المديرين تبص هو ايه اللي حصل، وايه الوضع اللي حصل. وبدأوا يحسوا ان الدكاترة ما بقوش مضغوطين زي الأول، والوضع ما بقاش زي الأول. فسألوا مين اللي عمل كده، فقالوا ان الممرضة دي هي اللي عملت كده. المهم هم كانوا معجبين جدا برضه، وطلبوا منها انها تمسك قسم الطوارئ، لكن هي رفضت وقالت ان هي مبسوطه بالشغلانه اللي هي بتعملها دي. زائد ان هي علمت كل زمايلها اللي شغالين في العيادات او في الاماكن اللي جنبها مع الدكاتره في الطوارئ، علمتهم ان هم ايه، ان هم يعملوا نفس الملفات اللي هي بتعملها عشان يسهلوا دخول وخروج المرضى. اللطيف في القصه ان هو بعد كده حصل حفله، واتكرمت المستشفى دي انها احسن مستشفى في الحي. واللطيف ان هي كانت قاعده في اخر صف، وكانت مبسوطه جدا باللي بيحصل ده، وكانت سعيده من غير ما يحصل لها اي ابريشيشن، غير ابريشيشن جوه المستشفى بس. لكن في الاخر هي عملت دور القياده، وهي ممرضه في الطوارئ، مع ان هي ايه، صامته، محدش شافها، او محدش عرف حتى اسم مين اللي عمل كده. الخلاصه ان انت ممكن تزرع التغيير ده، وتقدر تعمل التغيير ده حتى لو مكانك مش كبير جوه الشركه. انت تقدر تزرع التغيير ده وتعمل سيستم من غير ما تبقى عامل دوشه وعامل قصه عشان خاطر تظهر. والقصه دي لان اللي بيبقى عنده غرض الظهور ما بيقدرش يوصل للاوبجيكتيف، انه يحل المشكله او البين اللي موجود عند الناس. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير.